وايه حكايه ويسالونك ماذا ينفقون؟ كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه الانفاق اللي ربنا بيحبه؟ فربنا سبحانه وتعالى جاوبهم وقال: يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق؟ يعني ايه نوع الانفاق اللي ربنا بيحبه؟ هل الفلوس، الذهب، طعام، وقت؟ ربنا جاوبهم بإجابة عظيمة جدا. الجواب ما كانش انفقوا مال فقط. ربنا قال: ما أنفقتم من خير، يعني أي حاجة فيها خير، سواء كانت مال، كلمة طيبة، ابتسامة، دعاء، وقت بتبذله في قضاء حاجة إنسان، حتى حبك لله ولأهلك وللناس، لو أنفقته صح وأظهرته فهو في ميزانك. الآية دي بتعلمنا إن الحب نوع من الإنفاق. الآية لما قالت فإن الله به عليم، دي بتدل على إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نيتك. وده بيتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والحديث ده مش بيتكلم عن الفلوس، ده بيتكلم عن الروح، عن المشاعر. والشاهد من آية ما أنفقتم من خير تشمل كل ما يعطي الإخلاص لوجه الله، حتى لو مش فلوس. وإنك تنفق من وقتك لأولادك فده خير، وإنك تنفق من صبرك على والديك فده خير، وإنك تنفق من ودك وحبك واهتمامك بجارك فده خير، وإنك تنفق حبك لزوجتك فده برضه خير. الدين مش بس فلوس تطلعها وترتاح، الدين إنك توزع الخير اللي فيك على الناس كلها، وتخلي حياتك كلها إنفاق لله، حتى وإن كان بقلبك. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.